بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض غدا حلو قوي قوي. هنعمل اسماك. هنعمل نوعين من السمك، النوعين احلى من بعض، وهنعمل رز صياديه او الرز الاحمر مع شوربه الصياديه، وكمان طبق سلطه كده حلو قوي. ده السمك الفيليه اللي انا بوريه لكم اهو، بجد تحفه. اللي ما جربوش يجربوا، بجد حاجه حلوه قوي قوي. بيبقى موجود منه طازه، ولو مش موجود عندكم طازه بيبقى موجود في السوبر ماركت كده، بتلاقيه في الكيس كده، سمكه كبيره كده مقسومه اتنين. حلو قوي قوي. وده طبعا سمك مرجان، اكيد بقى كلنا عارفينه. ده بقى خيال بقى، ده طبعا بيعيش على الجمبري، فبتلاقي طعمه كأنك بتاكلي جمبري يعني. حلو قوي قوي. النهارده الاكل بتاعنا من احلى الاكلات اللي احنا بنحبها. مفيش حد بتاعي بيختلف على السمك، بس بالنسبه لنا احنا هنا في البيت السمك ده ادمان يعني. هنعمل بقى الغدا مع بعض النهارده، هنتبله بتتبيله حلوه قوي وبسيطه. كمان السمك الفيليه ده بيحتاج يتبل كده بطريقه حلوه، وكمان هيبقى مقرمش معاكي من بره وهيبقى طري كده من جوه، وزي ما انتم شايفين ابيض، ولحمه حلو قوي، طعمه كمان حلو قوي. اللحم ابيض بتاعه قوي، وسمك المرجان كمان يعني ما فيش اختلاف عليه. التتبيله هتبقى حلوه وبسيطه، وكمان الاكله كلها هتبقى حلوه قوي كده زي ما انتم شايفين معايا. هنعمل سلطه وسمك ورز، اكله حلوه يعني. بس قبل ما ندخل على الفيديو، يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش عندي في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. بصوا الاكل شكله حلو والله العظيم، بجد يفتح النفس يعني. طبعا اهم حاجه في تسويه السمك ان انت ما تعليش النار قوي، بتسويه كده على نار هاديه عشان يديكي نتيجه حلوه قوي. وهقول لك طبعا دلوقتي جوه الفيديو احنا تبلنا السمك بايه، تتبيله بسيطه خالص. هيطلع معاكي الاكل حلو قوي كده. بصوا شكل السمك الفيليه بجد تحفه، حلو قوي قوي. غدا بسيط كده وسريع وسهل، ومش هتقفي كتير في المطبخ، وهتطلعي احلى غدا. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونشوف هنحتاج ايه او هنعمل ايه في الاكل بتاعنا النهارده. عندنا السمك ده سمك مرجان اهوت، انا نضفته طبعا. وده سمك الفيليه انا مقطعاه كده. بتقطعي السمكه، هي بتبقى شريحتين كده جنب بعض، انت بتقطعيها جنب بعض كده بالعرض. التتبيله هتبقى ايه، عندي توم وملح وشطه وكمون، وحطيت عليهم خل، وطبعا هم عليهم ليمون بس انا ما صورتش الحكايه دي يعني، لان انا عملتها قبل كده كذا مره. عندك بقى فلفل احمر، هيبقى حلو قوي قوي لو حطيتي على التتبيله دي. خلاص طبعا التوم هنا بس عشان مطلعاه من الفريزر فماسك شويه كده في بعض. هنحشي بقى سمك المرجان. انا بحب دايما احشي السمكه على السلسله بس بتاعه السمكه، في نص السمكه كده بس، زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني ما بحطش في الجناب بتاعه السمكه، لان احنا لما بنقليه التوم ده بقى هينزل في الزيت وهيحرق لك الزيت، فالنتيجه مش هتبقى كويسه. خلاص زي ما وريتك كده، دي الطريقه اللي انا بحشي بيها، جربيها. خلاص حشيت بقى السمك كده، هنسيبه بقى شويه كده في التتبيله. بالنسبه بقى للسمك الفيليه انا بتبله كده، يعني باخد من الخلطه كده وبمشي على السمك كده عشان يشرب من التتبيله. وطبعا ويفضل ان انت تسيبيه كده مثلا قبلها بنص ساعه او ساعه يشرب من التتبيله الحلوه دي. خفيف يعني، مش بندهن كتير يعني، هي يا دوب بس كده تدهني عشان ياخد من طعم التتبيله. وزي ما قلت لك لو عندك فلفل احمر اللي هو الشطه اللي احنا دايما بنطحنه كده، حطي بقى على التتبيله دي، هيبقى حلو قوي. المهم تلفي كده على السمك الفيليه، تلفي عليه كده بالتتبيله عشان يتبل كده معاكي من كل ناحيه، ويبقى طعمه حلو قوي بعد ما يتقلي. النوع ده من السمك حلو قوي، بيبقى فيه كذا نوع يعني، في سمك بياض وفي سمك باسة، في كذا نوع بقى للسمك الفيليه دوت. زي ما قلت لك لو مش موجود عندك طازه هتلاقيه متجمد في السوبر ماركت. هنقليه بايه، عندي دقيق حطيت عليه ملح وشطه وكمون. متقلقيش هيطلع مقرمش قوي وحلو قوي من غير ما تحطي نشا او حاجه. تمام كده. هناخد بقى السمك الفيليه هنقليه الاول زي ما انتوا شايفين اهوت، حطيته في الدقيق وبعد كده بنشيل من عليه اي دقيق زياده. حلو قوي قوي النوع ده من السمك والله العظيم، بجد حلو، تغيير عن دايما البولتي بقى والحاجات الكتير اللي احنا بنعملها، بس السمك ده حلو قوي. خلاص هنعمل بقى، هنكرر كل الحكاية دي لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا، وهنروح بقى على الزيت عشان نقلي السمك بتاعنا. طبعا النار بتبقى متوسطة مش عالية،
وبننزل بقى في الزيت بالسمك بتاعنا كده. السمك الفيليه بقى لو مش عايزاه يبوظ منك ما تقلبيهوش، يعني انت هتحطيه في النار بالراحه كده خالص، لان هو بيبقى طري كمان من جوه. فهنسيبه بقى في الزيت كده ياخد تسويته عادي خالص، ما تحركيهوش خالص لما ياخد التسويه يعني من الناحيه اللي انت حطيتي عليها السمك. انما لو فضلتي تقلبي فيه كده هيتهرى معاكي. بصوا كده شكله عامل ازاي، حلو قوي قوي. وتقولي لي بقى كنتاكي ولا الحاجات دي خالص، حلو قوي قوي. يعني واخد اللون بتاع الستريبس والحاجات بتاعه البانيهات والكلام دوت. بصي هو يا دوب بس احنا بنقلبه وهو مستوي كمان بتلاقيه بيتكسر كده من بعض. فانت عشان تحافظي على الحكايه دي ما تقلبهوش ابدا غير لما ياخد منك اللون من كل، يعني من الناحيه اللي انت حطيتي عليها. مش ياخد لون بس، يعني يستوى، اقصد يستوى من الناحيه دي. تمام كده. هنسيبه برضو يكمل تسويته، هنطلعه بقى. وده بقيت السمك بتاعنا خلاص هيستوى برضو زي ما شفنا الطريقه التانية. وبعدين هننزل بقى بالمرجان، سمكة المرجان الحلوة دي تستوى برضو وتاخد لون حلو كده. وبعد كده نقلبها زي ما انتم شايفين اهوت. المهم على نار متوسطة مش نار عالية. هو ما بياخدش وقت كتير قوي على فكرة، السمك ده ما بياخدش اي وقت كتير يعني في التسوية. خلاص طبعا انا مش هعمل معاكم بقى سمك الصيادية، لان انا عملته معاكم كذا مرة قبل كده، فما حبيتش بقى ان انا اصوره. اللي ما شافوش يا ريت يرجع الفيديوهات القديمة هيلاقيه موجود. خلصنا الغدا بتاعنا، شفتوا بقى سهل وسريع، مش هتقفي اي وقت في المطبخ وهتكوني مجهزة احلى سمك. بصوا شكله من جوه عامل ازاي، حلو والله العظيم، حلو قوي. لازم تجربوه لو لسه ما جربتوهوش. وعلى فكرة سعره مش غالي، يعني بالنسبة للأسعار بتاعت دلوقتي هو سعره مش غالي، سعره عادي خالص. وده المرجان بقى، بصوا ده بقى الجمال كله حلو قوي قوي. والفيليه برضو حلو قوي، سمك الفيليه ده حلو قوي. والرز زي ما قلت لكم انا عملته كذا مره قبل كده، فما حبيتش بقى ان انا اصوره تاني. وده كان الغدا بتاعنا النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. وجربوا بقى، يا ريت تكونوا استفدتوا باي معلومه حتى لو صغيره مني. انا عارفه ان انتوا كلكم بتعملوا الاكل احسن مني بكتير وتسلم ايديكم، بس برضو كلنا بنتعلم برضو من بعض. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم النهارده. ولو عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك، ولو لسه ما اشتركتوش عندي في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وبالله عليكم ما تنسوش اللايك، لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك والتعليق الحلو بتاعكم او الكومنت الحلو بتاعكم بيشجعنا طبعا نعمل كل احسن. يلا شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.